أهلا بيكم في قناة فيلميزو. في الأول كده صلي على النبي ويلا بينا. الفيلم بيبدأ مع شهيدة طفلة من باكستان عندها 6 سنين وبتكون فاقدة القدرة على الكلام بدون سبب. والدتها ووالدها رؤوف بيحبوها جدا وبيهتموا بيها، وفي يوم بتكون شهيدة بتلعب جنب بيتها لحد ما العجلة بتاعتها بتتفك منها وبتقع على حرف الجبل اللي هم عايشين عليه، وبتقع شهيدة كمان وبتفضل متعلقة من غير ما تطلع صوت لحد ما أهلها والقرية كلهم بيدوروا عليها. وتاني يوم بيتجمعوا مع شيخ القرية وبينحتوا مقام الوالي في مدينة دلهي في الهند، وده عشان ديانتهم هي الإسلام. وبيقول لهم إن شهيدة إن شاء الله هتقدر تتكلم، لكن بسبب مشاكل سياسية قديمة بين الهند وباكستان بيبقى مستحيل رؤوف يقدر يدخل الهند. هنا بتعرض الأم إن هي اللي هتوديها بأي تمن، وبيبيع رؤوف كل الغنم بتاعه وبيديها تمنهم عشان تتحرك على الهند. وبيوصلوا الهند بسلام، وبتروح أم شهيدة للمسجد وبتفضل تدعي بعلاج بنتها وبترجع تاني لباكستان. لكن في طريق عودتها بيقف القطر قبل دخول الحدود بسبب وجود إصلاحات، وبيكون الكل نام في القطر. وبتصحى شهيدة على صوت معزة وقعت في حفرة جنب القطر، فبتنزل عشان تطلع المعزة من الحفرة وبتفضل تلعب معاها لحد ما القطر بيتحرك، وبتفضل تجري وراه وبتشاور لمامتها وما بتعرفش تنادي عليها لأنها ما بتتكلمش. وبتكون والدتها نايمة ومش شايفاها، وبيدخل القطر باكستان وبتشوف شهيدة قطر قدامها بتركبه عشان تمشي ورا القطر اللي فيه أمها، لكنه بيتحرك في الاتجاه المعاكس وبيبعد أكتر عن باكستان. وبتصحى الأم من النوم وما بتلاقيش بنتها جنبها، وبتفضل تسلخ لحد ما بتشد السلسلة اللي بتوقف القطر، وبتنزل تدور على بنتها، لكن الضابط بيمنعها من دخول الهند تاني لأن القطر عدى الحدود خلاص ولازم لها تأشيرة دخول وإجراءات جديدة. وبتعرف الأم إن هي مستحيل تدخل الهند تاني، وبتفضل تعيط وتصرخ لحد ما رؤوف بيجيلها وبيقول لها إن أكيد حد هيلاقيها ويهتم بيها. وبتصحى شهيدة على صوت احتفالات كبيرة والناس كلها بتكون بترقص حواليها، وبتفضل واقفة بتبص على واحد بيشرب، فبياخد باله منها وبيعزم عليها تشرب، فبتشرب الكوباية كلها. وبيفهم إنها عطشانة وجعانة فبيطلع أكل وتفضل تاكل قدامه. بيحاول إن هو يعرف اسمها أو أي حاجة عنها، وبيعرف إنها ما بتعرفش تتكلم فبيخليها تاكل ويسيبها وبيمشي، لكنها بتفضل ماشية وراه فبيديها فلوس عند مكان عبادته، وبيقول لها إنها تفضل قاعدة جنبه لأن أكيد أهلها بيدوروا عليها، ولأنها مسلمة ما بتكونش فاهمة هي قاعدة فين أو بتعمل إيه أو إيه المكان ده. وبترفض تسيبه لحد ما بياخدها يوديها قسم شرطة عشان يسلمها هناك. وبيرفض الضابط إنه ياخد شهيدة وبيقول له إن قسم شرطة مليان مجرمين ومستحيل الطفلة تفضل هناك، فبياخد كل معلوماته ولو في حد سأل عنها ساعتها هيتصل بيه. وبيفهم هنا إن هو بقى المسؤول عن الطفلة وإنها هتعيش معاه لحد ما أهلها يجوا يسألوا عنها ويدوروا عليها، وبياخدها لبيته. وفي أثناء الطريق بتجيله فكرة، فبيقول لشهيدة إن هو هيقول لها على كل المدن والمدينة اللي هي منها، هترفع إيديها ليه وهو هيفهم ساعتها. وبيبدأ يقول لها كل المدن في الهند وما بيكونش في أمل. وهنا كل الناس اللي راكبة في الأتوبيس بيحاولوا يساعدوها، وكل واحد بيفضل يقول المدينة اللي فاكرها. وبيعرف هنا ركاب إن الراجل ده من مدينة بعيدة جدا في الهند، فواحد بيسأله عن سبب قدومه لدلهي، فبيقول لهم بما إن الطريق طويل قدامه فهو هيحكي لهم قصته. وبيحكي لهم إن هو اسمه بوان، وإن والده مدير المكتب اللي في المدينة وكان دايما بيحاول يعلمه ويثقفه، لكنه كان فاشل في الدراسة، فحاول معاه في الرياضة والمصارعة لكن بوان ما نجحش فيها برضه. كان كل ما يكبر يفشل أكتر في الدراسة اللي كبر عليها لدرجة إنه سقط في الصف العاشر 20 مرة، وما كانش بيقدر يغش ولا يكذب لأنه متدين جدا. وأخيرا نجح وجري يفرح والده بخبر نجاحه، بس والده من شدة فرحته قلبه وقف ومات. وقرر إنه ينفذ أمنية والده الأخيرة، إنه يروح مدينة دلهي ويقابل ديان صديق والده عشان يشغله أي شغلانة في دلهي. وركب الأتوبيس بتاع دلهي، ولما دفع الأجرة كان فاضل له واحدة من الركاب باقي وما كانش ساعتها معاه فكة، فقالت له خلي الفلوس عشانك. فرفض ياخد حاجة مش حقه وفضل ماشي وراها لحد ما يدور على فكة، لحد ما فلتت منه واختفت من قدامه لأنها افتكرته بيعاكسها. وكمل بوان طريقه لبيت ديان صديق والده، وبتطلع الراكبة هي بنت ديان نفسه واسمها راسيكا، وبتعزم عليه الأكل. وبيكون ديان متعصب جدا لديانته اللي هي بتحرم أكل اللحمة والفراخ تماما وبتعتبرهم من الكباير، وده بيكون سبب كره ديان لأي ديانة بتبيع أكل اللحمة والفراخ. وبيعيش معاهم بوان في نفس البيت على السطح، وبيبدأ إنه يعجب براسيكا، وبتروح المدرسة اللي هي شغالة فيها. وبتشوف راسيكا إن بوان شخص طيب جدا وبيساعد كل اللي حواليه وما بيكدبش وما بيغشش لأنه متدين جدا، فبتعجب بيه كمان. وفي يوم بيجي لهم ضيوف عشان يتقدموا لخطبة راسيكا، لكن راسيكا بتكون حب بوان. وهنا بيطلب بوان راسيكا وبتطلب من والدها إنه يوافق على خطبتها من بوان، وبيقول لها والدها إنه عارف إن بوان شخص طيب بس لازم يستحقها الأول. وبيطلب منه ديان إن بوان يشتري بيت خلال 6 شهور وساعتها هيوافق على الجوازة. وبيكمل للركاب وبيقول لهم إن هو كان في احتفال في دلهي وهو دلوقتي في طريقه للرجوع لبيت ديان، وفي خلال 6 شهور هيقدر إنه يشتري بيت، وده سبب وجوده في دلهي. وبيوصل بوان مدينته وبيروح بيت ديان ومعاه شهيدة،
وبتكون عيلة ديان بتحب لعبة الكريكت جدا ومتابعة مبارياتها، وبيعترض ديان على وجود شهيدة في بيته لأنه مش متأكد من ديانتها وبينصحه إنه يهتم بنفسه. وفي يوم بتختفي موني من البيت تماما وبيفضل كل البيت يدور عليها لحد ما بتشوف راسيكا وهي قاعدة في بيت جيرانهم المسلمين وبتاكل فراخ. فبيتفاجئ بوان من اللي بيشوفه وبيحاول يبعدها من عندهم، وبيروحوا أي محل فراخ وبيسيبوها قاعدة لوحدها على الترابيزة عشان محدش يشوفهم جنبها وهي بتاكل فراخ. وبتفضل تعيط وهي شايفة أم بتأكل بنتها وهي لوحدها، وبتروح جنبها راسيكا وبتحاول تهون عليها، وبتلاقي إن كل الناس بدأت ترقص حواليها. وتاني يوم بياخدها للسوق وبيعزم بوان على مكان عبادته وبيخلي موني تقعد تصلي جنبه، لحد ما موني بتشوف مسجد في ظهرها وبتفضل بص عليه، وبتقوم من جنب بوان من غير ما ياخد باله وبتتحرك على المسجد، وبتدخل المقام جوه وبتحط الشال على راسها وبتفضل تدعي لربنا. وبيجري بوان وراها وبيشوفها قدامه بتدعي، فبيعرف انها مسلمة، وبيطلع وهو خايف من ردة فعل ديان لما يعرف. وبيطلع وبيقابل راسيكا وبيقول لها ان هو خايف من والدها لان موني خانت ديانتهم. فبتقول راسيكا ان هي 6 سنين بس ومن غير اهلها وما ينفعش يتقال عليها خاينة، وبتفهم انها حبته عشان قلبه الطيب وان مفيش اي اختلافات ما بين الديانات والطوائف. وبيدخلوا كلهم المقام عشان يدوروا على موني، وبتيجي موني ناحية بوان وبتتخض لانها خافت انها ما تشوفوش تاني، وساعتها بيندم بوان ان هو قال عليها خاينة وان هو فهمها غلط. وبياخدوها وبيرجعوا تاني للبيت، وبيكون في مباراة كريكت في التلفزيون والكل بيتفرج عليها بين الهند وباكستان، وبيكون البيت كله مبسوط ان الهند كسبانة ما عدا موني، ورافضة تسقف وتفرح معاهم لحد ما تبدأ باكستان انها تكسب، والكل بيحزن وبيتكتم ما عدا موني. وبتقف قدام التلفزيون وبتفضل ترقص، واول ما علم باكستان بيظهر في التلفزيون بتروح تبوس الشاشة، وبيفهم كل اللي في البيت ان موني من باكستان مش من الهند. وبما ان ديان بيكره باكستان بسبب الحروب القديمة اللي بينهم، بيقرر ان موني ما ينفعش تعيش في بيته، وبيأمر بوان انه يروح بيها تاني يوم للسفارة بتاعت باكستان ويسلمها هناك ويرجع من غيرها، وإلا مش هيدخل البيت بيها. وفعلا بيروح السفارة وبتكون في مظاهرات كتيرة قدامها، وبيدخل بوان السفارة بالعافية وبيبلغهم انه عايز يسلم موني ليهم لانها باكستانية، لكن الموظف بيرفض انه يستلمها لان معهاش اي اوراق شخصية تثبت شخصيتها ولا معاها جواز سفر عشان يبدأ في اجراءات التأشير الدخول الخاصة بيها. وبيأمر الامن انهم يطردوا بوان بره مكان السفارة، وساعتها المتظاهرين بيزيد عددهم اكتر وبيهجموا على السفارة وبيحاولوا يقتحموها، وبيضطر بوان انه يحمي موني من الضرب، وبياخد هو كل الضرب على ظهره لحد ما بيقدر انه ياخدها، وبيهرب بره بعيد عن السفارة، وبيرجع بيها لبيته تاني عشان يسأل ديان المفروض يعمل ايه بعد ما السفارة قفلت اي اجراءات وتأشيرات لمدة شهر. وبيقوله ديان ان في مكتب سفريات قريب يروحوا وممكن هم يتصرفوا، لكن موظف المكتب بيقوله ان اي حد بيجيله بيكون عايز يسافر اي بلد اجنبية، وانه اول واحد يطلب منه السفر لباكستان، ودي حاجة بعيدة عن امكانياته. وفي لحظة نبرة الموظف بتتغير، وبيقوله انه عنده طريقة ممكن يخلي البنت تسافر بيها، بس هيحتاج منه 150,000 عشان إجراءات السفر بتاعتها. وبترجع بوان بيته عشان يعد كل الفلوس اللي معاه، وبتديله راسيكا كل الفلوس اللي كانت محوشاها معاها عشان يشتروا بيت سوا، وبتقوله إن الأهم من جوازهم هو إن موني ترجع بيتها بسلام. وبيرجع بوان ومعاه موني لموظف في المكتب وبيديله الفلوس وبيسلموا موني، لكن موني بتفضل تعيط وهي ماسكة فيه لأنها مش عايزة تسيبه، وبتكون خايفة، فبيقول لها إن ممكن حياته تتدمر لو هي فضلت معاه، وبيرمي إيديها من عليه وبيسيبها وبيمشي. وبتفضل تعيط بسبب إنه سابها، وبيفضل هو كمان يعيط بسبب اللي عمله، لحد ما بيشوف قدامه إكسسوار كان عاجب موني قبل كده، فبيقرر إنه يشتريها لها، وبيرجع لها من تاني لأنه كان غلطان إنه سابها، ولكنه بيرجع بيلاقي مكتب السفريات قفل، فبيفضل يدور على موني لحد ما بيشوفها قدامه مع موظف في المكتب، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقيه داخل بيت مشبوه بيها، وبيدخل البيت وبيفضل يدور على موني لأنه مش فاهم إزاي طفلة تدخل مكان زي ده، لغاية ما بيلاقي الموظف وهو بيبيع موني للمكتب اللي هو الشقة المشبوهة. وأول ما موني بتشوفه قدامها بتجري عليه وبتحضنه، وبتكون مبسوطة جدا إنها شافته، وبيديها الهدية اللي هو جابها لها، وبيضرب كل اللي موجودين في المكان لحد ما بيوصل للموظف، وبيفضل واقف قدامه لحد ما يرميه من شباك البيت عقاباً ليه على اللي عمله. وبيشيل موني على ظهره وبيطلع بره البيت، وبتبص موني على الموظف وهو متعلق وبتضحك. وبيروح بوان يقابل راسيتا وبيقول لها إنه قرر يودي موني البيت بنفسه مهما حصل، ومش هيسمح للي حصل إنه يتكرر تاني. ورغم إنه مش معاه جواز سفر إلا إنه هيدور على طريقة يعدي بيها الحدود، وبيركب أتوبيس بيوصله على حدود البلد، وبيفضل ماشي في الصحراء على أمل إنه يلاقي طريقة يعدي بيها الحدود، لحد ما بيقابلوا ناس
وبيقولوا له إنه عندهم طريقة يعدي بيها الحدود لكن هتتكلف 25,000، لكنه بيسيبهم وبيكمل طريقه. فبينزل واحد من العربية وبيقول له إن الحدود عبارة عن حديد وسياج كهربائية قوة 440 فولت، ودول كافيين إن يحرقوا أي شخص يلمسهم، وإنه لو كمل ماشي هيتقبض عليه من حرس الحدود وهيقتلوه. وبيقتنع بوان بكلام الراجل وبيحكي له الراجل قصة موني، وبيقول له الراجل إنه هياخد منهم 25,000 بس ويعتبرهم شخص واحد مش شخصين. وبيقرب من الحدود وبيكون الليل جه، وبيكون في دورية جيش باكستان بتعدي على الحدود كل 10 دقايق، والطريق هيكون نفق تحت الأرض هيعدوا منه من ضمن 4 أنفاق موجودة. وفعلا بيعدي كلهم الحدود، وبيكون بوان وموني على الأرض الباكستانية، لكنه بيرفض إنه يتحرك على الأرض إلا بعد ما ياخد إذن الدورية. فبيستنوا الدورية وبيسيبهم قبل ما الدورية تقبض عليه، وبيفضل بوان واقف مستني أي حد يعدي عشان ياخد منه الإذن، لأنه رافض يعمل أي حاجة غلط. وبتقرب الدورية منه وبتحس بيه، وبيسألوا الضابط عن هويتهم. بيحكي له بوان كل القصة، وإنهم جم من خلال النفق اللي تحتهم، وديانته بتمنعه إنه يعمل أي حاجة غلط، وكان محتاج ياخد منهم الإذن إنه يتحرك على أرض باكستان. لكن الضابط بيؤمر العساكر إنهم يرجعوا بوان من نفس النفق تاني لأرض الهند ويردموا النفق، وبيرجعوا بوان لأرض الهند. وبتكمل الدورية ماشية لحد ما بيلاقوه في أرض باكستان من تاني، وبيقول لهم إن في نفق تاني عدى منه ومحتاج الإذن منهم، وبيفتكروا جاسوس وبيفضلوا يضربوا فيه قدام موني. لكنه بيصعب على الضابط بسبب إن موني بتعيط، وبيقول لبوان إنه هيسيبه وإن الدورية بتعدي كل 10 دقايق، ومن الأفضل إنه لما يرجع ما يتلاقوهوش. وفعلا بيسيبه، وبيرجع كمان 10 دقايق وبيلاقيه واقف في نفس مكانه. فبيسأله هو ليه ما اتحركش ودخل في باكستان، وبيقول له بوان إن هو ما خدش منه الإذن، وإن حسب ديانته لازم ياخد الإذن عشان يقدر يتحرك من مكانه. فبيقول له الضابط إنه بيسمح له إنه يدخل البلد بالشرط إنه بعد ما يرجع البنت اللي معاه لأهلها يرجع تاني للهند. وبيوافق بوان بكده، وبيكمل رحلته جوه باكستان في الصحراء لحد ما بيوصلوا لأقرب مدينة، وبيقعدوا ياكلوا سوا، وبيكون جنبهم ضباط بتفطر، وفي كلبشات جنبهم فبتاخدها موني وبتشيلها في شنطتها. وبيكمل بوان رحلته، لكنه بيلاقي الضابط بيجري وراه وبيفتح شنطتهم وبيطلع الكلبشات من شنطة موني، وبيفتكر إن بوان حرامي، وبيطلب منه جواز سفره. فبيقول له بوان إنه معهوش جواز سفر لأنه زحف وعدى الحدود بالليل ودخل البلد بعد ما خد إذن من الضابط، وبيقبض عليه الضابط لأنه فاكره جاسوس. وفي نفس الوقت بينتشر إن الشرطة قبضت على جاسوس هندي على الأراضي الباكستانية، وبيجري صحفي سمع الخبر اسمه تشاند على اسم الشرطة عشان يعمل صحفي هناك، وبيصور بوان وهو داخل الاسم. وأثناء التحقيق بتشوف موني صورة شبه بيتها على النتيجة قدامها، وبتجري ناحيتها وبتفضل تشاور لبوان إن ده مكان بيتها، وبتكون مبسوطة جدا إنها شافته. وبيفتكر الضابط إن دي خطة عشان يهربوا من السجن، وبيقوم يتأكد إن موني عندها لسان عشان يثبت إن فكرة عدم كلامها دي تمثيلية. وبيمسك موني بعنف وبيضرب بوان وبيضرب كل اللي موجودين في الاسم، وبياخدها وبيقرب لبره، وبيكون الصحفي تشاند بره وبيطلب عشان يصوروا لحد ما بيركب نفس الأتوبيس اللي بوان وموني راكبينه، وبيتصل بالضابط وبيقوله إنه الجاسوس قدامه. وبيلاقي تشاند بوان بيسأل الكمساري على صورة في النتيجة، وبيحكي بوان القصة كلها للكمساري، وبيكون تشاند سمع قصته، فبيقوله الكمساري إنه بيتمنى إن يكون في ناس طيبة زيه في البلد. فبياخد الصورة منه وبيسأل الركاب إن كان حد عارف المكان اللي في الصورة. وبيكون الضابط والدعم اللي معاه في طريقهم لاعتراض طريق الأتوبيس، وبيوقفوه لكنهم ما بيلاقوش ولا بوان ولا تشاند ولا موني، وكل الركاب بينكروا إنهم شافوا واحد معاه طفلة في الأتوبيس. فبيسمح الضابط للأتوبيس إنه يكمل طريقه، وبيكون تشاند قرر مساعدة بوان وخلاهم يستخبوا وسط الشنط على سقف الأتوبيس. وبيوصل الكمساري لأقرب مكان ممكن يباتوا فيه لتاني يوم، وبيصحى بوان من النوم وبيلاقي نفسه نايم في مسجد، فبيتخض وبيطلع جري منه، وبيفضل واقف بره لحد ما الشيخ المسجد بيسأله عن سبب وقوفه بره. فبيقول له بوان إنه مش مسلم وما ينفعش يدخل المسجد، لكن الشيخ بيوضح له إن المسجد مش بيتقفل
عشان أي حد من أي ديانة محتاج مساعدة يدخله، وإن الإسلام دين ما بيفرقش ما بين الديانات التانية. وبيخليه يدخل معاه وبيحكي له كل اللي حصل، وبيسأله عن المكان اللي في الصورة، وبيقول له الشيخ إن الصورة من سويسرا لأن المكان مكتوب بالإنجليزي فوق الصورة. وبيفقد بوان الأمل إنه يوصل للمكان مرة تانية، لكن الشيخ بيقول له إن في جبال شبر اللي في الصورة في مدينة كشمير، وبيخليهم يلبسوا القبعة عشان يقدروا يداروا شكلهم لأن البوليس بيدور عليهم في المنطقة. وبيقدر الشيخ إنه يعدي من الكمائن لأن اللي معاه مش باين شكلهم، وبيوصل لطريق لازم يكمل بوان مشي عشان يبعد عن الطريق والشرطة. وفي نفس الوقت بيكون ديان عرف إن بوان راح يودي موني بنفسه، وبيتغصب على بنته إنها سمحت لبوان إنه يعمل حاجة زي كده، لكن بنته بتتخانق معاه لأن السبب هو وتعصبه السياسي والديني، وإن أخباره اختفت من ساعة ما وصل باكستان، وبتقوله إنه لو اتأخر عن كده هتعمل المستحيل عشان تروح له حتى لو من غير تأشيرة دخول. وبيكون بوان مكمل رحلته لمنطقة كشمير، وبيحاولوا إنهم يلاقوا مواصلات توديهم أسرع، وبيركبوا مع واحد في الطريق، وبيكتشفوا إنهم ركبوا بالغلط مع مفتش المنطقة نفسه، واللي بيكون رايح القسم بسبب إن في جاسوس هندي طليق وكل القوات بتدور عليه. وبعد ما بيوصلوا القسم بيصر المفتش إنه يبعت معاهم عسكري عشان يوصلهم للبيت اللي هم رايحينه، وبيفضلوا ماشيين بالعربية لحد ما بيقفوا قدام أي بيت، وبيقول شاند للعسكري إن ده بيته، وبيلاقوا صاحب البيت راجل عجوز، فبيمثل شاند إنه ابنه، وبيدخلوا البيت العافية بس عشان العسكري يمشي من قدام البيت. ويكون مفتش المنطقة عارف إن الجاسوس معاه بنت ما بتتكلمش، وبيحن عليه ويبلغ العسكري إنه يرجع بسرعة لنفس البيت عشان يقبضوا عليهم، لكنهم بيبقوا اختفوا من البيت، وبيكملوا في رحلتهم ناحية أهل موني. وبيكون معاهم شاند، وبيفضل يصور كل اللي بيحصل وكل اللحظات لحد ما بيوصلوا للمنطقة اللي رايحينها، وبيدوروا على أهل موني في كل مكان لحد ما بيفقد بوان الأمل إنه يلاقيهم، وبيفكر يسلم نفسه للشرطة، وساعتها هي اللي هتدور على أهل موني أسرع. لكن شاند بيقول له إنه لو عمل كده هيموت في السجن وتترمي موني في دار أيتام. وبتيجي لشاند فكرة إنه يكلم القناة اللي شغال معاها ويذيع صورهم، وساعتها أم موني هتقدر تتواصل معاهم. وبيتصل بمدير القناة وبيعرض عليه فكرة الفيديو، لكن مدير القناة بيرفض الفكرة وبيقول لهم إن دي قناة للأخبار مش مقام الوالي، وبيقفل معاه المكالمة. فبيستفسر بوان عن مقام الوالي، فبيشرح له شاند إن ده مكان مبارك وبتستجاب فيه الدعوة. فبيقرر بوان إن هو يروح المقام ويدعي هو كمان. وبيتصل مساعد شاند بيه على التليفون، وبيكون الضابط قابض عليه عشان يعرفه مكان شاند. وبيقول له شاند إنهم في طريقهم لمقام الوالي ومعاه بوان وموني، وكلهم بيتحركوا على المقام. وبيروح بوان ومعاه موني عشان يدعوا يلاقوا أهلها. وبيقف شاند يصور نفسه وبيحكي قصة بوان كاملة، ووراه موقف الأتوبيسات. وبتكون أم شهيدة اللي هي موني في نفس المكان، لكن ما بتشوفش شهيدة لأنها بتكون نايمة، وبوان مغطي وشها بالكامل عشان الشمس. وبعد ما بيخلص شاند التقرير بتاعه بيقرر إنه يرفعه على اليوتيوب بعد ما رفضت قناته إنه ينزل. وبياخد باله إن الشرطة جت المقام ومعاها المساعد بتاعه، فبيجري ناحية بوان وبيحذره عشان يستخبوا من الشرطة. وبيتصل المساعد بشاند وبيقول له إنهم اتحركوا على المقام تاني عشان يخلي الشرطة تبعد عن المكان. وبعدها بيروحوا مكان ياكلوا فيه، وبيوريهم شاند الفيديو اللي هو عمله، وبتاخده موني تتفرج عليه. وبيلاحظوا إن موني عمالة تشاور على حد في أول الفيديو، وبيقدر بوان إنه يخمن إنها مامتها، وبيسأل موني وبترفع له إيديها وهي بتعيط بسبب إنها أخيراً شافت مامتها. وبيرجع شاند الفيديو من الأول، وبياخدوا بالهم إن والدة موني نازلة من أتوبيس معين، وحسب الفيديو بيقدروا يحددوا الميعاد اللي جه فيه الأتوبيس. وبيروحوا يسألوا عنه، وبيسألوا سواق الأتوبيس عن الأماكن اللي بيجي منها، لحد ما أخيراً بيقدروا يحددوا المنطقة اللي موني جاية منها. وبيكونوا مبسوطين إنهم عرفوا المنطقة وهيرجعوا موني لأهلها من تاني. لكن بسبب الفيديو اللي شاند صوره بيشوف الضابط، وبتتمركز كمان كل القوات حوالين الأماكن اللي جنب المقام، وبيعدي الأتوبيس اللي هم فيه على كمين فعلاً. وبيقرر بوان إنه يضحي بنفسه وينزل يجري من الأتوبيس عشان يجذب انتباه الشرطة ناحيته ويجروا وراه. وساعتها يقدر شاند وموني يكملوا طريقهم لحد ما بيتقبض عليه ويفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. وفي نفس الوقت بيكون شاند خد موني وجريوا ناحية المنطقة اللي هي منها، وبتشوف بيتها قدامها وبتجري ناحيته. وبتكون أم شهيدة في البيت ومش مصدقة إن هي شايفة بنتها بتجري ناحيتها، وبتفضل شهيدة بتعيط لحد ما والدتها بتاخدها في حضنها، وبتكون مبسوطة إن أخيراً بنتها رجعت لها. وبيكون شاند ماسك الكاميرا وبيصور كل اللحظات بين شهيدة وأمها
لحد ما بيسمع صوت النيران اللي بيكون بيتضرب على بوان أثناء محاولة هروبه من الشرطة. وبينتشر الفيديو بتاع بوان وموني، وناس كتيرة جدا بتشوفه في الهند وباكستان، ومن ضمنهم كل اللي يعرفوا بوان، وبيبقى خبر في كل الجرايد، وبتتحول الموضوع لرأي عام. لكن الشرطة بتعترض إنها تعترف بغلطها، وبتصر على تعذيب بوان بعد إصابته في كتفه لحد ما يعترف إنه جاسوس بالعافية. وبيجي تليفون لشاند من ضابط الشرطة المسؤول عن تعذيب بوان، بيحكي له اللي بيحصل، فبيعمل شاند فيديو تاني بيطالب فيه بإطلاق سراح بوان لأنه بريء. وبتبقى كل القنوات نشر أخبار وفيديوهات شاند، وبينادي شاند باعتصام على الحدود بين البلدين لإجبار الحكومة على إطلاق سراح بوان. وفعلا في فجر تاني يوم بيجتمع كل الناس ما بين البلدين على الحدود مع وجود كل وسائل الإعلام عشان ينقلوا الحدث اللي بيحصل. وبيظهر بوان مع الضابط على الأراضي الباكستانية، وبيكون مهربه من ورا السلطات. فبيجري شاند عليه وبيقول له إنه أوفى بوعده ليه، وإن موني مع أهلها، وإن اسمها شهيدة. وبيعيط من الفرحة لأنه نجح في مهمته، وبيحضنوا بعض وبيتحرك ناحية الحدود الهندية، وبتبدأ كل الناس تهتف باسمه. وبيروح ضابط ناحية الحدود وبيأمر الحارس بفتح البوابة، لكن الحارس بيقول له إن هو عنده أمر بالقبض عليه. ورغم الأوامر اللي عنده بعدم فتح البوابة، إلا إن عدد الحراس قليل قصاد الآلاف اللي موجودين قدامه، فبيقول له إن هو مش هيقدر يفتحها، لكنه يقدر يتراجع هو وباقي الحراس. فبيهجم الشعب الباكستاني على البوابة وبيكسروها عشان يقدر بوان يعدي. وبتيجي شهيدة عشان تقابله، وبتجري عليه عشان تلحقه قبل ما يعدي الحدود، وساعتها ممكن ما تشوفوهوش تاني. وبيكون ساعتها بوان عدى الحدود الباكستانية ورايح ناحية الحدود الهندية، وبتكون راسته هي كمان مستنياه. وبتطلع شهيدة من وسط الناس وبتفضل تشاور لبوان على أمل إنه يبص لها ويشوفها، ولأنها مش قادرة تتكلم ما بتعرفش تنادي عليه. ولكن فجأة بتقدر إنها تنادي على بوان وصوتها بيظهر، وبتبقى أول مرة تتكلم فيها. وبيبص لها بوان وبيشوفها قدامه بعد ما قدرت تنطق أخيرا، وبتكون مبسوطة جدا إنه شافها ورجع لها. وبيجري بوان ناحيتها وبيقدر إنه يوصل لها في الخط الفاصل ما بين الحدود ما بين البلدين، وبيحضنوا بعض